بس اعمل ايه؟ بحسها امانه في رقبتي، وبحسها ان هي امل واحد او امل ام او اب، مع ان كل واحد بس بيبقى باعت ابنه وعارف المشاكل. لا والله العظيم انا ما فيش حد يعني بصراحه. انا ولا حد جابني ولا حد كده ولا كده. انا بصيت على شغلك بصراحه في التعليم، تابعتك على على النت وعلى الفيسبوك. لا بجد بجد في تطور جامد جامد. يعني انا مش متخيل ان انا همسك مكنه، مش متخيل ان انا همسك تدريجه. كل ده ازاي؟ ازاي ده يعني؟ بقول السنين اللي فاتت دي وسهل. راحت فين؟ اه والله. عايز اقول لك على حاجه، لو ظبطت نفسك في شغلك والله ما هتحتاج اي وظيفه تانية. ان شاء انت الله. اصلا كبيرك بس قوي، مرتبط. كبيرك قوي. بتقبض كام في الفندق ده؟ مين؟ انت 8. 8. 8 6. انا اسف مش قصدي حاجه والله العظيم، مش قصدي والله. أوه. 8 6 مش قصدي حاجه. اه. بس المساعد عندي بياخدهم. انا اسف والله العظيم. عارف ليه الكلمه دي؟ قول لي ليه. ليه؟ ليه؟ عشان دي ليه؟ هتفضل انت فاكرها، عشان دي ما تسيبهاش. لا والله ما سبب. افهم بقى. انت بتقعد اللي كام ساعه؟ ايه؟ بتقعد كام ساعه؟ 8. انت بتقعد كام ساعه شغل؟ 8. لا في الشغل بتاعنا اه. اللي هو في الفندق 8 ساعات. 8 ساعات. بقالك قد ايه شغال في الفندق ده؟ لا في الفنادق. في الفنادق بقالك قد ايه؟ يعني دخلت دلوقتي على حوالي بتاع كتير كتير قوي. 15 ولا اه 10؟ اه طيب. حرام عليك. 15 سنة. حرام عليك. 15 سنة بدأتها من ده انا الواحد لما 400 بيقعد، ده جنيه الواحد لما بيقعد عندي سنه، ما كانش فيه دماغ. سنه، وكان بادئ مثلا ب3 ولا ب5، ممكن يوصل ل15 سنه. مش 15 سنه. ده انت بادئها بكام بقى؟ ب5 قروش دي ولا 300 جنيه بادئها بكام يا عم؟ ارحمنا يا عم. والله ب 350. ارحمنا يا عم. هي دي مرتبات؟ والله ده مرتبات كلام فاضي. والله بكلمك جد. ايوه يعني اقعد 8 ساعات وابقى انا واقف هعمل ايه راجع طيب؟ يعني. هعمل ايه؟ ما كانش فيه 8000 دماغ ولا بقى. 6000 جنيه. بس يرجع للاول يعني بصراحه بصراحه لعيالي. قالت لي لازم أن تطور نفسك ولازم أن تشوف حاجه. حلو. حلو ده. وكمان بجد الواد محمد لما يكبر معاك يبقى ده هو عايز في من الحته دلوقتي، دي. هو عايز أيوة. دلوقتي. عايز اقول لك على حاجه، اقسم بالله، اقسم بالله افضل بكتير من حاجات كتير، وافضل من صناعات كتير، وافضل من شغل كتير، لا وافضل من والله بجد. وظايف كتير. طب انا عاوز اقول لك على حاجه. كفايه ان الدخل يعني متحرك انا مش دخل بعيد، ثابت. بعيد عن الكلام وبعيد عن كل حاجه. والله العظيم زي ما بكلمك انا في سفر كده كان جاي انا مش هسافر ولا حاجه، انا بشوف نفسي هبقى ايه. قال لي صور لي شغلك. صورت له شغلي من 10 ايام اللي انت بدات فيه. قال لي انا عايزك، هنعمل معاك تيست. سبحان الله. سفر السعوديه. ان انا بقول لك هي رزقها واسع، ودخل يعني دخل في الزايد. قال لي كده. الحمد قلت لله. طب انا لا مش هينفع يعني. عرفنا باسمك. انا اسمي علاء الدين محمد كامل. لا والله العظيم انا ما فيش حد يعني بصراحه. انا ولا حد جابني ولا حد كده ولا كده. انا بصيت على شغلك بصراحه في التعليم، تابعتك على على النت وعلى الفيسبوك. لا بجد بجد في تطور جامد جامد. يعني انا مش متخيل ان انا همسك مكنه، مش متخيل ان انا همسك تدريجه. كل ده ازاي؟ ازاي ده يعني؟ بقول السنين اللي فاتت دي راحت فين؟ راحت حاسس ان فين؟ انت ضيعت وقت كتير، كتير كتير وكنت ضاع شايف ان الصنعه او المهنه صعبه. ان انا خالص. ازاي في شهر، او ازاي الناس دي بتتعلم ازاي؟ اكيد الناس دي في حاجه، لا الناس دي بتهزر. انا بدات دلوقتي ابص في تدريجه الناس وهي ماشيه، اقول له لا التدريجه دي غلط. بيقول لي ايه اللي عرفك؟ اقول له اللاين مش سايح في اللاين خالص. بقيت ماشي تتابع شغلك. اه والله بتكلم زمايلك في الشغل كده. كتير. بيقول لي ازاي انت عرفت الكلام ده؟ قلت له لا ما هو اللي انت رحت ده عند واحد مش فاهم حلاقه خالص. ده اللي يعجبني. بدات عايز اكتر حاجه بلم. غير انك بتلم. عايز اقول لك على حاجه، لما توصل للحته دي فرؤيتك البصريه وحبك للمهنه ده اول شيء بدا يظهر. بدات فعلا انت بالنسبه لك تحب المهنه. فعلا زي ما والله. بيجي لي ناس كتير مثلا في الاكاديميه يبقى مش حابب المهنه ولا حابب ان هو يشتغلها، وممكن والده او ممكن حد مثلا زي مستر علاء جاي يجرب، جت ما جاتش. فعلا بركز قوي على الكام يوم الاولانيين ان هو يعني ايه، يعشق المهنه. بالظبط. فانت دلوقتي بقيت ماشي وتبص، ببص عارف اللي هو والله والله بجد. حتى يعني في حاجات كده يعني ولاد اخو مراتي. يعني ببص العيل كده بقول لها ده هو اللاين بتاعه مش، بتقول لي لاين ايه؟ بقول لها يعني التسريحه بتاعته مش ماشيه مع مش متدرج. مش التدريجه اللي هي. قالت لي ايه اللي عرفك؟ تعالى بصي، بص ماشيه ازاي.
فين التدريجه؟ فين حبيت 3D؟ المهنه؟ ايه؟ حبيت المهنه والله، بامانه؟ والله العظيم. طب انا عايز اسال سؤال. نزاهه. انا كنزاهه بعيدا عن ده نزيه. كله. نزيه، انت هي نزاهة؟ بتفنن حاجه قدامك ما شاء بنظره الله. عينيك ما شاء الله. بس. ما شاء الله. سيبك بقى يعني من هو ده قصه اللي او أنا عايز حلاقه، أوصل له. من قصه او حلاقه، والله العظيم بجد. ما شاء الله. يعني من تدريجه. انت بتبص بعينيك، ما بتبصش بايديك. ما شاء الله. انت عينيك بتبص، بعد كده انت بتحل شغلك. صح. غير كده وكده انت في طول الوقت مش هتكون لا طالع في مواصلات ولا رايح شغل ولا ميعاد ولا رحت، أنا مع ان عارف. احنا كده كده متعودين على الالتزام، لان التزامنا هو اللي هينجحنا. طبعا. طب انا كمستر علاء، طبعا انت بتقول ليه انا الايام اللي عدت دي عدت على الفاضي. اه والله. كان زماني دلوقتي ما انا شايل أنا هم بحاسب المهنة، كان نفسي زماني والله. بحاسب نفسي على الوقت اللي عدى على الفاضي، وكنت متخيل انها صعبه قوي كده. اه صح كده؟ فعلا. بس ما علينا، هو ربنا كاتب لك كل حاجه في وقتها. هو ده رزق. صح كده؟ مكتوب. طيب انت لما هتفتح المحل بتاعك، انت ان شاء الله خارج من هنا، انت اراضي المولى ربنا يرزقك الحلال يا بإذن رب. الله. هتفتح. باذن الله. هتعلم او هتحبب محمد ابنك في الموضوع، هتخليه يحبها. اكيد اكيد اكيد. هو من دلوقتي بيحبها. يعني دلوقتي بيقول لي من يوم وليله، بيقول لي غير لي القصه بتاعتي. والله بجد. بيقول لي انا عايز اعمل بقى قصه. مستلمك كل شويه تسرح لي. والله والله اعمل لي سشوار. طب انا لسه ما جبتش حاجه خالص. طب بالنسبه بجد. له لما جه الاكاديميه عندنا حب الوضع؟ هو مش قادر ينسى اليوم ده. هو والله. كان عايز يجي اصلا لما اجي ما شاء الله. اتخرج. ما شاء الله. ما جبتوش معاك؟ انا هربت. انا هربت. عندك واحده كده، عندك واحده. والله العظيم سالنا عليك امبارح. هاتوا معاك. والله يسألني والله عليك. العظيم انا ده والله وحشني. هاتوا معاك. بجد انت والله. لما هتقول تيجي أنا المره الجايه عايز- هاتوا معاك. والله هاتوا معاك. متعلق والله جامد. بس والله خلاص، بجد. اللهم لك الحمد. بجد. ده دعوه الوالده كانت تقول لي ايه، روح ربنا يحبب فيك خلقه. لا بجد والله الحمد العظيم. لله، فضل ونعمة. الاطفال بصراحه بتقول لي هي دي الفسحه. الحمد لله. احنا مش عايزين نخرج في حته ولا عايزين نروح الحمد لله، مصايف. فضل ونعمة. هي دي الفسحه. اتبسطوا. اه والله بجد. حسيت ان انا من الاكاديميه. حسيت ان انت انا أصلاً من مستر الأكاديمية. رضا اخ كبير. عملنا اليوم يوم مهم في العيله، في وسط العيله. اه بجد. ده اللي انت تقصده. بجد 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 يوم كان يعني بصراحه تاريخي. اما تتخرج هتنسانا ومش هتيجي، وما لا تفتح طبعاً. المحل مش لا هتيجي تقول لي انا إزاي؟ مشغول، انا مش لا فاضي. لا لا لا. اصل مصطفى إزاي؟ رمضان صاحبك بتصل بيه، مستر محمد بيتصل بيه بيقول له تعالى يلا عشان تتخرج، قال له والله يا مستر انا واقف في المحل مش قادر افضل من كتر مش قادر افضل. لا والله بجد بجد بجد. لا ما اقدرش انسى. يعني ربنا ثم انت بصراحه يعني. لا ونعم بالله. ما ينفعش. ونعم ما بالله. ينفعش. احنا عايزين نفضل طول الوقت اخوات وعيله واحده. لا، احنا أسرة طبعا يعني. انا اكيد بتمنى لك التوفيق من رب العالمين. اكيد اكيد. بس انا هقول لك سؤال. اديني نصيحه، انا لو موظف او دخل ثابت او حد شايف المهنه صعبه وهو من بره، يعني هو شايف فكره او شايف حاجات بتتعمل على السوشيال ميديا، بس هو ممكن يكون تخيله مش او التصور بتاعه مش جاي في ان هو هيقول ده مهنه وفي شهر واحنا هنتعلم، وهو بالنسبه له بيبقى نفسه يسافر. طبعا ظروفنا تختلف، طبعا. او ان هو نفسه يفتح مكان او نفسه يحسن دخله او الى اخره. هل المهنه صعبه؟ او تديله نصيحه تقول له ايه؟ بجد بامانه. انا اتعلمت في 10 ايام بالظبط. يعني انا كنت همشي من 3 ايام. لا انا الشغلانه مش جايبه همها. انا مش عارف ايه. بس كل ده حطيته من ورا ظهري خالص. ما فيش يعني الحمد لله رب العالمين. يعني ربنا واقف معايا. ونعم بالله. ثم مستر رضا. ثم زوجتك وبيتك، لأن والله هم بيتي طبعا. هم السبب زوجتي في إن وبيتي هم يرشدوك طبعا على ده. طبعا طبعا. ربنا يبارك لك فيهم. والله. بس والله بجد بجد. انا اتعلمت في ميمو اكاديمي ازاي. يعني بالينا الواحد ده ليه حلم الحمد لله. في الصنعه دي بجد. الحمد لله. عمرك كم سنه يا مستر علاء؟ 41. ان شاء الله. 41 سنه. 40. بس ندمان على السنين اللي فاتت. لا بجد. ما بنندمش، احنا اتعودنا. عشان ما جيتش هنا. الحمد يعني عشان بجد. ما عرفتناش بس. لا مش بجد. لا والله العظيم. اخ كبير بجد بجد بحبك في والله الله. العظيم. بحبك في الله. قسما بحبك بالله في اخ الله. كبير والله ليا بحبك في والله الله. العظيم بجد. الله يعزك ويكرمك ويصلح حالك. ما انا مش ويديك الخير في اولادك. ما اعرفش ان انا هوصل هتوصل ولسه بجد. احنا لسه كده ما عملناش حاجه. بجد احنا والله. بالنسبه لنا ما شاء الله مستر علاء من الناس اللي كانت مركزه جدا جدا. بيحب يسمع النظري، بس اكتر حاجه اديني عملي اطبق. والله العظيم على قد ما كان بيجي متاخر لظروف شغله وظروف حياته عن زمايله يمكن ما يعادل من 2 أو 3 4 ساعات. كنت بتيجي انت 4. 4 ساعات. كانت المحاضره بتبدا لا واحده.
كان بيتاخر بما يعادل 3 ساعات كده، واحده 3 واثنين ساعات وثلاثه. 3 ساعات. بس بالنسبه له ما شاء الله التاخير ما كانش مأثر عليه خالص. لا. كنا بنقف وحد بيقف معاه لوحده، وكان اول ما بيجي بيشتغل وبيعدي اللي فاتوا، بس بمجرد ما بياخد المعلومه عملي انتهى الموضوع. ما عمرك في حياتك ما هتتعب ومفيش حاجه اسمها مش هتلاقي، لا هتلاقي. ربنا هيرضيك اكيد على تعبك. اكيد. وخلقنا الانسان في كبد. الحمد لله، الحمد لله ونعم بالله. طيب حابب تقول ايه تاني؟ بحب اشكرك جامد بجد والله العظيم اللي انت وصلتني للهدف ده بجد. انا بحبك في الله. بجد والله العظيم. انا بحبك في الله، انا بجد مش عايز حاجه يعني تانية. كفايه اللي انا رايح وجاي اقول ميمو اكاديمي. الحمد لله. والله العظيم بجد. طب اعمل واللي ايه؟ عايز يجي يتعلم يجي ميمو اكاديمي بجد والله بما يرضي العظيم. الله؟ بما يرضي الله والله العظيم. انا الكلام ده انا بقوله من قلبي. مفيش حد قايل لي حاجه ولا حد دافع لي حاجه ولا اي حاجه. الحمد لله. الحمد لله بقدره ربنا وبقدره مستر رضا. فضل نعم. هنا هتتعلم بجد والله العظيم. الحمد لله. حياة اولادي. بنتعب مع الناس ولا لا؟ لا هم يجوا يشوفوا بس. اصل احنا لو قلنا كتير ما فيش حد هيصدق، لازم تيجي وتشوف. احنا بنيأس مع حد؟ لا لا، مره واثنين وثلاثه بجد، واكنك بصراحه في جيش. ايه لازم رأيك؟ تطلع. حلو، انت دوست على حته حلوه في جيش. يعني في احنا جيش. نقدر نقول فعلا معسكر اكاديمي. اكيد اكيد فاللي مش ملتزم مش مناسب لينا. اكيد. اللي مش هيلتزم بتعليمات او يبقى عايز يتعلم مش هيكون مناسب في المكان، لان هو فعلا معسكر. حابب المهنه دي تعالى، مش حاببها ما تفكرش عشان ما تضيعش وقت. صح كده. بس. طيب سعر الكورس للناس اللي بتقول السعر غالي؟ لا طبعا على مع اللي التعب بيحصل. والمجهود ده لا. لا والله انا الاول بصراحه انا كنت شايفها هدفع كتير قوي. رقم. فرضنا ما اتعلمتش. رقم. بعدين لما جيت وشفت لا لا، ده من اول 5 ايام قلت انا كفايه كده. انا كده على قد الكورس بتاعي. يعني احنا نقدر نقول ان كل حاجه الحمد لله بما يرضي الله بنتعامل فيها. اكيد اكيد والله. الشباب اللي بتبقى ناقصها حاجه، واحنا بنقول مده تعليم الكورس لمده 30 يوم لمده شهر. ما بتخرجوش لما ما بتخرجش الواحد لما يبقى نافع بجد، يعني اللي هو يتخرج. يعني بيكون مستواه مناسب ان احنا نقول مناسب. ينفع طبعا يتخرج. ما مش شهر بس، يعني ده مش شهر. انت شفت شباب كتير في الاكاديميه موجودين اكيد، وفيهم ناس عايزه تتخرج. انا برضه اخرجهم؟ لا بما يرضي الله، والله شهاده تحاسب عليها قدام ربنا. والله العظيم ابدا. لازم يتخرج. يعني انا قلت له انا عايز اتخرج، قال لي انت عايز تتخرج من 20 يوم. لسبب واحد، مستر علاء مركز. الشهاده دي انا مش هتاكلني عيش ولا هتوديني اتوظف في مكان لو انا مش في ايد الصنعه. بتعلي السي في بتاعي وبتثبت شغلي وبتثبت كل حاجه من المكان اللي انا واخدها ومصداقيه المكان اللي انت واخدها منه. بس في الاول وفي الاخر انا اللي يهمني شغلي، ان يكون فعلا انت تقدر تأدي الاداء. انما لو انا مش في ايدي الاداء ولا في ايدي المهنه، الشهاده هعمل بيها ايه؟ فبالنسبه لنا احنا اكتر حاجه بنركز عليها هي الاداء العملي، ان حضرتك تكون مهني حرفي، بتعرف ازاي تأدي الاداء بتاع الشغلانه اللي انت المفروض تأديها، من خدمه في مكان براند، او من خدمه لصالونك لو هتفتح، او من خدمه لو انت مسافر. اكيد. مستر علاء، تقول ايه لاي ام او اب حابب يعلم ابنه في ميمو اكاديمي؟ يعني اقول يعني هو يجي بصراحه ويشوف النتيجه في الاخر، يعني هو يجيب هيكون قلقان عليه؟ ايه لا هيكون قلقان عليه؟ لا لا لا. طب لو ابنه ما عندوش كنترول شويه على نفسه؟ هيبقى في ميمو اكاديمي اكيد في كنترول. طب لو هو بالنسبه له عارف اللي هو بيقول لك عنده لا مش عارفين نسيطر عليه، ما بيسمعش الكلام؟ لا هنا هيسمع الكلام بجد والله العظيم، والله هيسمع الكلام. طب لو هو فاشل طول حياته؟ لا هنا هيتعلم يعني بصراحه ما فيش فشل هنا. هنا هيجي يتعلم باذن الله. لا سفر، لا ربنا كرمه في محلات اللي هي الكبيره الجميله ديت، او مستر رضا طبعا مش هيقف معاه لحد برضه ما يشغله. وبصراحه ما بيسيبش حد، والله ما بيسيب حد. طب الشخص اللي بيبقى شايف نفسه قوي وجاي ده انا مفيش قدي والدنيا وانا محدش يقدر يكلمني، هو من تواضع لله رفعه، ما فيش. بيحصل فيه ايه في الاكاديميه؟
لا طبعا بيمشي مظبوط ستريت. بيطلع من الاكاديميه مختلف جدا نهائيا ولا لا؟ جدا جدا. انا عن نفسي بجد، عن نفسي انا كنت جاي صفر ولا افقه اي شيء في الحلاقه دي بالذات بصراحه. اه والله. كمل. وجيت هنا بصراحه اتعلمت يعني ايه اخويه، يعني ايه حب، يعني ايه اخاف على زميلي، يعني ايه احب البني ادم اللي شغال معايا. بجد بجد يعني احنا مفيش كلام عايز اقوله فضل بصراحه. ونعمة علينا، اه والله لان ربنا مش يديم كلام. المحبه والاخويه. احنا لما بنقول كنترول، ولما بنقول ان والد ان انت مش قادر تعمل كنترول على ابنك او الى اخره، او لما بنقول كنترول لاي حد بيقول بالمثل كده يا ارض اشتدي ما عليكي ادي، ان واحد جاي وفاكر نفسه ان هو هيبقى فرعون. مش معنى كده ان احنا بنقول ان احنا بنقدر نسيطر عليه بطريقته او الى اخره. لا، احنا هنا علشان بيكون احنا كمعسكر اكاديمي، يعني في نظام، يعني في مواعيد، يعني في التزام، يعني في كلام ورولز احنا شغالين عليها، يعني في ايجابيات، يعني في فرق ما بين الصح والغلط، وفي فرق ما بين ان احنا بنقول له النصايح الايجابيه والنصايح السلبيه اللي ممكن تعود عليك بحياتك وعلى نفسك وعلى اهلك وعلى صحتك انت اول واحد، وعلى سمعتك انت اول واحد. وايه اللي انت لو بدلت العادات السيئه والعادات السلبيه من ايجابيات، ايه اللي هيعود عليك؟ فهو بيخرج بني ادم تاني. لان مع احترامي لكل اولياء الامور، كلنا اولياء امور، بنبقى مشغولين شويه عن اولادنا، بنبقى مشغولين شويه عن وقفتهم في شارع، عن صحبتهم لمين، عن قربنا ليهم. فهو لما بيجي هنا بيبقى في بيته وسط اهله وسط اخواته، بيلاقي هنا الاب وبيلاقي هنا الاخ وبيلاقي هنا الصاحب. الصاحب الساحب للخير، مش الصاحب الساحب للشر او للحاجه الوحشه. فهو اكيد البني ادم او ابنك او ابنك اللي انت شايفه ما بيسمعش كلامك وفاشل، او شايفه حد فاشل في اي حاجه، او صايع او الى اخره في اللي احنا بنقوله لاولادنا، والله هو مش بيحتاج غير اللي حواليه، الاريا اللي حواليه هي اللي بتهيئ له الظروف وبتهيئ له الجو. لان هو لو مع اصحابه مع اريا ومع اي حد حواليه كده مجتمع كامل متكامل من ايجابيات والى اخره، اكيد هيكون حد ملتزم جدا. انما صحبته او الناس اللي وراه او الناس اللي بيصاحبها او ان مفيش رقابه منك كافيه، اكيد هيطلع شخص تاني. ففي الاول وفي الاخر يعني يا ريت نحاسب نفسنا قبل ما نحاسبهم. بس عشان كده انا بقول اللي بيجي هنا اما بيلاقي الجو ده كله، والله العظيم بيخرج شخص كويس جدا. فما حدش يقلق على اولاده، حتى لو اي شخص حابب يعني هقول ايه، كبير صغير كلنا بنتعلم من بعض. واللي بيجي هنا بيتغير شخصيا ونفسيا وذاتيا قبل ما بيتغير مهنيا وقبل ما بياخد المهنه. بجد والله وربنا بيكرمك والله. فضل ونعمه من رب شغل. العالمين. فضل ونعمه من والله. رب العالمين. بيلاقي ناس ضعيفه وناس استيعابها بسيط الى اخره. هل بنميز حد عن حد لا ولا لا لا، كله؟ كل واحد بجد والله العظيم. كل واحد. بجد كل واحد. يعني في ناس كنت مش متخيله انها تعلق. الله اكبر، دلوقتي بقى حاجه تانية. دلوقتي بقوا في برندات. فضل ونعمه. طب انت ما تقلتلكش يا مستر علاء، انت رايح تتعلم بعد ما كبرت؟ كتير. رديت وفي الشغل. وفي الشغل قسما بالله في الشغل. والله العظيم. طب قال ردك ايه؟ ايه؟ يا عم يا محل ايه يا عم، عم ماكوت ايه يا عم ده، يا عم لا يا عم وهبقى خليك هنا احسن. حلاق في الآخر. ابقى حلاق. ابقى مش عارف ايه. ما يعرفش ان في حاجه اسمها تعليم، في اساسيات. انا بحبك في الله طبعا. وبتمنى لك التوفيق الله وبتمنى لك مزيد من النجاح. يخليك. وانا ما اناش عايزك، او احنا اتعودنا، واكيد اكيد انت مريت بمراحل كتير ومريت بناس كتير وجربت حاجات كتير. فاحنا كده كده كل واحد فينا هو ادرى بظروفه وادرى بحياته المعيشيه وادرى بقد ايه اولادي محتاجين ايه وانا محتاج ايه. فاللي هيقول لك تتعلم ما تتعلمش، تروح تقف في حلاق، تفتح ما تفتحش، كل واحد فينا كله بالظبط كده. كل واحد فينا ادرى بحاله وهو اكتر واحد عارف ايه التزاماته. بتمنى لك التوفيق من رب العالمين، وبتمنى لك مزيد من النجاح ودايما استمراريه، وبتمنى ما تقطعش. لا والله ابدا. الزيارة. لا والله العظيم ابدا. اكيد اكيد والله. لا احبك في الله. هات بوسه بقى.